ايه ده؟ دي بتحط مكياج ولبسها ضيق شويه. معلش، اصلها بصراحه كده مش محترمه. ايه ده؟ دي ما بتحطش مكياج وما بتعملش اي حاجه في نفسها خالص. اصلها مهمله في نفسها ومعفنه. ايه ده؟ دي قافله عليها بيتها وما بتكلمش حد. معلش، اصلها بالرويه. ايه ده؟ دي على طول رايحه جايه بتكلم الناس وعارفه دي ودي. معلش، اصلها لتاتة وبتحب الكلام كتير. ايه ده؟ شفتي؟ دي بتخلي عيالها الصغيرين يساعدوها في ترويق الشقه. لا لا، ما انا قلتلك قلبها جامد قوي. ايه ده؟ شفتي؟ ده هي اللي بتعمل كل حاجه وما بتخليش عيالها يشيلوا ورقه من الارض. بكرة هتندم، هتبقى مدلعاهم ويطلعوا عينيها. ايه ده؟ شفتي؟ ده جوزها طالع نزل بشنط وهي قاعدة زي البرنسيسة. جدع، عرفت تمشيها على العجين ما يلخبطوش. دي يعني هي اللي بتنزل تجيب الخضار وهي اللي بتودي العيال المدرسة وهي اللي بتعمل كل حاجة. عبيطة، بكرة تندم وتقول يا ريتني كنت خليته يساعدني. لو ركزتي مع كلام الناس انت اللي هتتعبي. الناس ما بيعجبهاش حاجة وما بيعجبهاش حد. يا صباح الفل والجمال على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مرة تشوفيني، انا آية ودي قناتي. بندردش مع بعض وبنتكلم وبنحكي مع بعض في مواضيع، وفي نفس الوقت بنعمل مع بعض روتينيات كده بسيطة على قدنا، وبنعمل طبخات وحلويات وحاجات كده بسيطة على قدنا. يا جماعة، الحياة أبسط من إننا نجاهد فيها ونعمل فيها اللي ما يتعملش. الحياة بسيطة. بسطي على نفسك الدنيا. اقعدي كده مع جوزك وتكلمي معاه. اللي فيكم يقدر يعمل حاجة يعملها. ايه يعني لما نساعد بعض؟ وايه يعني لما نشيل عن بعض؟ مش لازم ان انتي تبقي بيرفكت طول ايام الاسبوع. مش لازم كل يوم تبقي نايمة والحوض بتاعك نضيف والبوتاجاز بتاعك متلمع والشقة متروقة والدنيا كلها نضيفة. عادي، احنا بني ادمين. ممكن يوم ننام نبقى مقصرين في حاجة. ممكن يوم نقصر في حق نفسنا. ممكن يوم نقصر في حق الشقة. ممكن يوم نقصر في حق عيالنا. ده طبيعي، احنا بني ادمين. ما تجيش على نفسك وما تضغطيش على نفسك. بصوا، النهارده بصراحة يوم بسيط، يوم خفيف كده. انا ما عملتش فيه حاجات كتير وما عملتش فيه حاجات كبيرة. اغلب القنوات ابتدوا شغل روتينيات رمضان. رمضان يا جماعة لسه ناقص له شهر. انا لما انضف الشقة من دلوقتي علشان رمضان، طب ما هو لما رمضان يجي الشقة هتبقى اتوسخت. احنا اسبوعين كده ونعمل بقى الروتينيات العميقة. تعالوا هنا بسرعة ندخل في الكيكاية اللي احنا عملناها دي. عاوزه اقول لكم الكيكه دي يا بنات كانت حلوه قوي. انا صحيت من النوم حضرت فطار وعملت الاسيوكه الببرونه بتاعتها، وقلت اغلي لبن، لقيت اللبن قاطع، فقلت خلاص هنعمل كيكه حلوه كده مع بعض. كوبايه من اللبن اللي هو القاطع، عليها كوبايه من السكر، على نص كوبايه من الكاكاو، على نص كوبايه من الزيت. بضربهم كويس جدا في الخلاط. بعد كده بنزلهم، بيبقى معايا صوص شوكولاته رهيب يا بنات، حلو قوي، وكل ما بيقعد بيتقل معاكي. عايزاه اتقل قللي اللبن، بيتقل اكتر. عايزاه وسط يبقى خليكي بنفس المقدار اللي انا قلتلك عليه دوت. هو لما بيقعد زي ما قلتلك بيتقل معانا. في نفس الخلاط بقى نعمل المكونات السائله بتاعه الكيكه. كوبايه من اللبن، 3 معالق من الكاكاو، كوبايه من السكر، هي كوبايه واحده نفس المعيار، نص كوبايه من الزيت، ومعانا بيضتين، ومعانا معلقه من الخل. كيكه الشوكولاته مش لازم يتحط فيها فانيليا خالص يا بنات. عندك فانيليا حطي، ما عندكيش خلاص. المكونات الجافه: معايا كوبايتين دقيق انا نخليهم كويس جدا، ونص كوبايه من النشا، وبحط عليهم كيس من البيكنج باودر ورشه من الملح. وبعد كده ببتدي ان انا اقلب المكونات الجافه كلها مع بعضها. لازم انك تقلبي المكونات الجافه حلوه قوي. وطبعا قبل ما تبتدي في عمايل الكيكه بتبقي فاتحه الفرن. الكيكه لازم تدخل على فرن يعني مسخن مسبقا. فرن متسخن. افتحي كده فرنك ودفي بيتك، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكي ويجعل لك كل حاجه حلوه. ابدا انزل بالمكونات السائله على المكونات الجافه، وابتدي ان انا اقلبها في اتجاه واحد. الكيكه بتتقلب في اتجاه واحد. لو فضلتي تقلبي في جميع الاتجاهات كده الهواء اللي جوه الكيكه انت بتخرجيه. فاحنا هنقلب الكيكه في اتجاه واحد. ولو الكيكه تقلت منك بتزودي حبه لبن او ميه، لو خفت منك بتزودي دقيق. طبعا زودي بالمعلقه علشان ما يزيدش منك قوي. ابدا اقلب الكيكه في اتجاه واحد كده لحد ما اوصل للقوام ده. انا بحب القوام ده. في ناس بتحب قوام اتقل، في ناس بتحب قوام اخف، بس ده الوسط. بتجيبي صينيه مين بتجيبي صينيه وتدهنيها زيت. وبعد كده ابدا ان انا انزل بالخليط في الصينيه، واديها كده يا بنات خبطتين 3 على الرخامه. دول بيفرقوا في الكيكه، يعني بيطلعوها كده هشه وحلوه. وبعد كده هبدا ان انا ادخل الكيكه بتاعت الفرن. على ما الكيكه ما استوت كنا ورايا ايه؟ كان ورايا المواعين دي. انا كنت مبيته المطبخ فيه مواعين والبوتاجاز مش نضيف. اول ما قمت عملتهم. ايه المشكله؟ والله ما حصل حاجه، عادي. المهم على ما الكيكه استوت كنت انا شطبت المواعين وصبنت البوتاجاز، وطلعت معايا الكيكه التحفه القمر ديت.
عايزه اقول لكم كيكه سخنه، كيكه اصلا المفروض تستني لما تبرد وتشتغلي فيها، بس احباب الله كانوا تحت رجلي وعاملين يزنوا عليا. هنا بقى اوضه البنات كانت متبهدله جدا. انا قلت لهم خشوا روقوا الاوضه بتاعتكم، وهم طبعا عملوا الاوضه بالمنظر دوت. عيالك لما يقوموا يساعدوكي في الشقه كده انت بتعوديهم ان هم يبقوا متعاونين، وان هم يبقوا حاسين بيكي. وهم لما عملوا الاوضه كده تفتكروا ان انا قلت لهم ايه ده، ايه اللي انتوا عاملينه ده الاوضه وحشه او انتوا مش منضفينها حلو؟ لا خالص، بالعكس، ده انا عملت لهم فرح، وقعدنا نطبل ونزغلط ونبوس، وكلمنا بابا ويا بابا هات لنا حاجه حلوه، وهم شاطرين ونضفوا اوضتهم. شجعتهم وحفزتهم واديتهم طاقه ايجابيه وبصوا ظبطت الدنيا. بعد كده قلت لهم اخرجوا بقى اتفرجوا على الكرتون. وانا دخلت انا الاوضه قلت ايه، اغير كده الملايات والمع الخشب واكنس الارض واظبط الدنيا وانضف لهم الاوضه. بصراحه كان بقالي حبه مهمله في الاوضه بتاعتهم، وقررت ان انا ايه انضفها كده واظبط الدنيا. هنا ابتديت ان انا اشيل الملايات، ولما بشيل الملايات بمسك كده الملاية وببدأ ان انا انفض المرتبة وانفض التراب اللي على ايه، اللي على الخشب بتاع السراير وكده. التنفيضة دي حلوة يا بنات، وهي برضو سنة عن النبي ان احنا ننفض ايه، ننفض المراتب وننفض الحاجة. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الملمع بتاعي هي بخاخة وبحط فيها مية بخل. المية بخل لتنظيف تلميع تعقيم، بتعمل كل حاجة. بس انا الخشب بتاعي ضد المية، يعني انا الخشب بتاعي مسموح لي ان انا ارش عليه مية. لو انت خشبك بيتقشر ما تعمليش الحركه ديت، في ملمع خشب بيتباع. بس هنا ابتديت ان انا افرش بقى الملايه النظيفه، واحط دلوقتي اكياس المخده. يعني هو الروتين خفيف كده بسيط، تنظيفه بسيطه خالص للاوضه. بصوا انا ما فيش حاجه عندي اسمها تنظيفه اسبوعيه وتنظيفه شهريه والكلام دوت. انا لما بلاقي الحاجه عايزه تتنضف ببتدي ان انا انضفها. يعني ملايات اوضه الاطفال انا ممكن في الاسبوع اغيرها مرتين، وممكن اسيبها اكتر من اسبوع، ممكن اسيبها مثلا 7 8 9 ايام على حسب ما هي اتوسخت، هم بقعوها بهدلوها، وهكذا. وهكذا برضو في الاوضه بتاعتي، ممكن برضو الملايه بتاعت الاوضه بتاعتي تلاقيني في الاسبوع غيرتها مرتين، وممكن تلاقيني سبتها اسبوع. يعني ما تحدديش وما تعمليش لنفسك جدول. الجدول ده بنعمله للتنظيفات العميقه، اللي هو مثلا دلوقتي انا في شهر رمضان وعايزه اعمل تنظيفات العيد، فابتدي ان انا اقسم عليا كل يوم اعمل حاجه. انما التنظيفات الطبيعيه اللي في نص اليوم دي بتبقى يعني اللي في نص اللي في الايام العاديه، يعني بتبقى على حسب ما انت عينك ما شايفه. بصوا هنا البنات كانوا منيمين العرايس ما بين الاوضه وما بين الحيطه. بصوا بقى يا جماعه، اوضه الاطفال عندي انا بقالي فتره كبيره ما صبنتش الحيطان بتاعتها. لان انا بصراحه ناويه ان انا اغير الدهان بتاعها، الالوان بتاعتها بقت عامله لي ازعاج قوي. انا عايزه ادهنها كده لون هادي خالص، لون واحد، واحط فيها براويز وحاجات كده ايه، حاجات حلوه كده مهديه للاعصاب. بصراحه مش حابه فكره الالوان الكتير. المهم ابتديت ان انا برضو اشفط الارض كده بالمكنسه. احنا اتفقنا دي تنظيفه بسيطه كده، يعني بسيطه مش تنظيفه عميقه. ابتديت ان انا اشفط الارض بالمكنسه، وبعد كده هروح على السجاده. عايزه اقول لكم السجاده، يعني السجاده دي بجد صعبه قوي، جميله وبتدفي الارض. بصوا هنا مطلعه ايه من تحت السرير. المهم السجاده جميله وبتدفي الارض. بس هي التراب كده والفراويل بيثبتوا عليها. يعني بصوا انا بتك على المكنسه جامد قوي ان انا اعرف اطلع التراب والفراويل، بجد الموضوع كان صعب قوي. وعاوز اقول لكم السجاده دي مامة محمد هي اللي مديها لي، قالت لي هاخدها كده افرشها في اوضه البنات عشان تدفيهم. انا قلت البنات كنت جايبه لها كده مشيات صغيره، فهي قالت لي لا الشتا واسيا بتزحف وكده، ان احنا ايه نفرش السجاده دي عشان تدفيهم. هنا ابتديت الحاجات اللي لازقه في السجاده. على فكره هي السجاده فيها بقع، يعني احنا كده كده هنغسلها كمان اسبوعين، بس انا سايباها عشان بس تدفي الارض لان الجو ساقع. انا بس بنضفها، بشيل التراب اللي عليها، فراويل كلام من دوت. المهم انا عايزه اقولك طبطبي على قلبك، اشحني نفسك. احنا عاملين زي الموبايل لو ما اتشحنش هيفصل. فلا احنا محتاجين ان احنا نتشحن، محتاجين ان احنا نهون على نفسنا. انتي مش ام فاشله، انتي مش مقصره في حاجه. إيه انتي لما يبقى فيكي طاقه ايجابيه هتنعكس على البيت كله. لما هتشحني نفسك ولما هتقدري نفسك وتحبي نفسك هتعرفي تطلعي الحب ده وتعكسيه على عيالك. هيبقى عندك طاقة ان انت تستحمليهم وتستحملي اي حاجة. هنا برضو لمعت الباب، بصوا خليت الباب بيلمع ازاي، وظبطنا الأوضة كلها وخليناها حلوة. وخدنا البطانية كده حطيناها على سور البلكونة علشان تاخد كده تشم كده هوا كده وتتهوى وكده. البرواز دوت كانت اختي وحبيبة قلبي صاحبتي كانت عاملahولي ساعة ما ولدت فريدة.
هي بقى ناقص اسيا. هتبقى تعمل لي واحد لاسيا. هنا بوريكم فريده عامله لي ايه في الحيطه، مشخبطه على الحيطه. انا بحاول الايام دي ان انا اعرفها يعني واعلمها ان كده غلط، علشان لما ندهن الدهان الجديد ما تبوظليش برضو الدنيا. وبس هي دي كان شكل الأوضة. أنا بس ترويقة كده سريعة وتغيير ملايات. هنا حطيت لهم الباسكت، هنا حط لهم المصلية، ان احنا برضو نعودهم ان هم يصلوا. يا جماعة الصلاة عادة، الصلاة تعود. هتعودي عيالك على الصلاة هيطلعوا بيصلوا. هتقولي لأ هم لسه صغيرين، لما يكبروا يبقى مش هيصلوا لما يكبروا. احنا بنفرش المصلية كده وبنصلي، وبقول للبنات تعالوا يلا اقفوا اعملوا زيي، وببتدي ان انا اصلي واقرا الحاجة بصوت عالي وهم يقرأوا ورايا. واحدة في واحدة بيتشجعوا وبيتعودوا. الفريم دوت كانت برضو اختي وصاحبتي حبيبتي امل كانت عاملهولي في عيد ميلاد تالا لما تمت سنة. كنا عاملين العيد ميلاد تورته على شكل ميكي والفريم على شكل ميكي وكده. هنا برضو بوريكم ان فريدة مش سايبة الحيطة في حالها. ربنا يا رب يهديها. قولوا لي كده في الكومنتات ربنا يهدي فريدة يا رب. هي غلبانة والله وطيبة، بس عنادية قوي، فربنا يا رب يهديها. وهنا كنت بوريكم الزحليقة بتاعتهم برضو كانت مكسورة، عايزة ابقى اجيب لها ان شاء الله سلم. وهنا بقى خلاص كنت خلصت الأوضة. هنا بصوا اللي في الأرض اللي في السجادة ده سلايم تالا بقى ربنا يهديها. يعني هي كل واحدة فيهم عاملة لي حاجة. تالا كانت بتلعب بالسلايم ولزق في السجادة ومرضيش يطلع أبدا، جربت كل الطرق مفيش فايدة. هنا بقول لكم ان السجادة بتوبر وبتلم شعر. بصوا لازم اجيب لها بقى اما اللمامة، اما انا بايدي كده اقعد اشيل الشعر دوت مهما كان استعمل المكنسة ده ما بيطلعش. ده لازم له اللمامة او بايدك كده تقعدي تلميه من على الارض. وطبعا ما ننساش ان احنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة على النبي بتزود البركة وبتزود الرزق وبتزود كل حاجة حلوة في الدنيا. صلوا على النبي كتير، قلبكم هيرتاح وربنا هييسر لكم اموركم. وما ننساش ندعي لاخواتنا، اللهم انصرهم، اللهم فك كربهم وامن خوفهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. وبس. وبعد كده دخلت بقى عملت لهم الغدا دوت. عايز اقول لكم في الشتاء والسقعة دي مفيش احلى من الخضار. يعني ربنا يا رب يوسع على الكل ويرزق يا رب الناس كلها. عملنا الاكل والحمد لله كلنا وقعدنا قضينا اليوم مع بعض، لعبنا شوية وقعدنا شوية واتفرجنا على التلفزيون شوية وهكذا. يا رب يكون الفيديو كده خفيف وبسيط على قلبكم، يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.